يا اخي نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب. ايه الحكايه بالظبط؟ ويموت الزمار وصابعه بتلعب. عشان مش عايز اكمل المثل الاولاني، تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه التناء، حلقه الصبح، الصباح الفل على كل اخواتي، واخبار مهمه جدا. اذا في البدايه وكان معتاد، يا رب النصر لاخواتنا في فلسطين، يا رب ارزقنا بنصر قريب يا رب هناك يفرح قلوبنا كلنا. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. لو ما بتوصلكش الاشعارات ما تلومنيش، لازم تعمل كل ده عشان المنصه تبعت لك الاشعارات بتاع كل جديد الحلقات. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه واخبار سعيده جدا. يبقى في الوقت اللي على خير النادي الاهلي هيتجمع النهارده عشان يعمل تمارينه الاخيره قبل مباراه بكره ان شاء الله في تمام الساعه السادسة مساء مع فريق شباب بلوزداد. كان ختام تمارين النادي الاهلي، كان فيه مجموعه من الاخبار السعيده، واهمها هو عوده مفاجاه لمحمد عبد المنعم. خلي بالك في حلقه امبارح قلت لك ما زال موعد مشاركه محمد عبد المنعم غامض لغايه دلوقتي، والباب مفتوح لو اللاعب شارك في تمارين جماعيه قبل المباراه بتاعه شباب بلوزداد. وده اللي حصل بالفعل امبارح. محمد عبد المنعم اول امبارح اتمرن فردي، وامبارح شارك في التمارين الجماعيه، وان شاء الله وارد جدا ان احنا نشوف قائمه الماتش. ولو ما شفتوش في قائمه الماتش فده يعني ان في اتفاق هيكون ما بين مارسيل كولر والجهاز الطبي على عدم المخاطره بمحمد عبد المنعم في مباراه شباب بلوزداد، طبعا عشان ادخاره لبطوله كاس العالم للانديه. كانت المفاجاه الثانيه بالنسبه لتمارين النادي الاهلي امبارح يا جماعه ان مارسيل كولر جمع المهاجمين وعمل لهم تدريبات منفرده، لكن كان في مفاجاه وسط المجموعه اللي اتجمعت امبارح. موديست وصلاح محسن وكهربا، وكان معاهم طاهر محمد طاهر. يبدو كده ان احنا خلال الايام اللي جايه هنبتدي نشوف طاهر بيتوظف في مركز المهاجم، وده مركز مش جديد على طاهر محمد طاهر، ولعب فيه في المقاولين قبل كده. كولر يبدو ان هو عايز يتغلب على ازمه المهاجمين، لكن انا هنا عندي استفسار، ليه ما يتمش محاوله توظيف احمد عبد القادر اللي لساني اتدلدل عليه ان ممكن ينجح جدا في المركز ده قبل ما ممكن نشوفه راحل مع الراحلين في يناير. احمد عبد القادر عنده كل المقومات اللي تقدر تخليه ناجح، لاعب شارب جدا على الجون، وشه للجون، بيجيد استخدام القدمين، الفينش بتاعه تطور جدا. وما عنديش اي مشكله يا سيدي ان انت مقتنع بطاهر كلاعب مؤدب وملتزم وبينفذ التعليمات بتاعتك، لكن دور التقويم النفسي ده عليه جزء كبير جدا من الجهاز الفني. جماعه لا النادي الاهلي بيقف على حد ولا عمرنا ندلنا على لاعب، لكن اللاعب موجود عندك يا سيدي جربه مش هتخسر حاجه. تعال بقى نروح للاخبار اللي بعد كده. وهل الكوسه تطبخ على نار هاديه في الكاف ولا الموضوع ماشي بشكل طبيعي جدا؟ النهارده الكاف اعلن الشورت ليست او القوائم المختصره بتاعته لجوائز الافضل على مستوى القاره الافريقيه اللي هيتم الاعلان عنه يوم 11 ديسمبر قبل يوم واحد من كاس العالم للانديه. والنهارده كانت مفاجاه كبيره جدا يا جماعه في مجموعه من هو تحديدا قائمه واحده عشان ما نافورش. اول قائمه كانت قائمه الانديه الافضل على المستوى الافريقي، النادي الاهلي ونادي الوداد ونادي صن داونز اللي تم وضعهم في القائمه المختصره. لكن كانت المفاجاه الكبيره جدا هي يا جماعه قائمه الشورت ليست الخاصه بالمدربين. طبعا مارسيل كولر كان موجود من الخمس مدربين اللي كانوا موجودين في القائمه الاولى اللي تم الاعلان عنها، لكن القائمه بتاعت النهارده تم الاعلان عن وجود الركراكي وبن شيخه مدرب نادي اتحاد العاصمه الجزائري السابق، واليو سيسي مدرب منتخب مالي. دي صدمه كبيره جدا. طيب هل الركراكي موجود مجامله؟ لا الركراكي مش موجود مجامله. الركراكي عمل انجاز مع منتخب المغرب في بطوله كاس العالم اللي فاتت، لكن اليو سيسي عمل ايه؟ عبد الحق بن شيخه لو جينا قارنا ما بين اداؤه مع نادي اتحاد العاصمه ومع مارسيل كولر، مارسيل كولر يكتسح باي حال من الاحوال. هل تم الاطاحه بمارسيل كولر من الشورت ليست النهائيه فقط عشان الركراكي باي حال من الاحوال ما يتمش مقارنته باي مدرب تاني؟ هو يا جماعه عشان الجائزه هتتعمل في المغرب حتى المدرب الافضل على مستوى القاره مش عايزين تحطوه في الشورت ليست؟ تعالى بقى قبل ما نروح للجزء الاخير الخاص بشائعات الانتقالات واللي فيه النهارده اقتراح مهم جدا، تعالى نتوقف اولا مع ثلاث اخبار، واحد من الشرق وواحد من الغرب، لكن في النهايه الربط ما بينهم هيكون مهم جدا عشان يكشف لك حقيقه واحده. اولا كده عايز حد من اداره النادي الاهلي يسال كابتن شوبير مالك يا كابتن؟ خير ايه اخبارك؟ مالك يعني تعبان على النادي الاهلي ليه كده الفتره دي؟ كابتن شوبير حاليا على مدار الساعات اللي فاتت في توجه غريب جدا منه، وتعالى اشرح لك كده التوجهات والاخبار اللي بيرميها على النادي الاهلي يا جماعه. اولا كده اتكلم عن صدمه المستبعدين من بطوله كاس العالم للانديه، وان اللعيبه في ثوره وغضب كبير جدا، وما ينفعش كده يا جماعه. يعني المفروض كان الجهاز الفني قاعد مع اللعيبه دي شرح لهم انتوا مستبعدين ليه؟ والله انتوا ما بتاخدوش فرصه. ما بتاخدوش فرصه ليه؟ لان في لعيبه شايفه انها مظلومه. وخلي بالك بقى من موضوع المظلوميات والصعبانيات، واحنا يعني شعب عاطفي بطبعه بنتاثر بالحاجات دي. في لعيبه بتقول ما احنا ما شاركناش في قائمه كاس العالم لان المدرب ظالمنا وما بيشاركش، والكلام ده ما ينفعش. لازم الجهاز
الجهاز الفني يقعد مع اللعيبه يوضح لهم. هو يا كابتن شوبير حضرتك ما خدتش بالك ان مارسيل كولر يعني بمصادرك القويه دي انه كان عامل جلسه امبارح مع اللعيبه وقعد معاهم كلهم وفهمهم ان هم ليهم دور مهم مع الاهلي الفتره اللي جايه؟ بلاش دي. زي خبر اغرب جدا وقال لك ان النادي الاهلي صعب جدا يتخلى عن انطوني بيرنارد موديست خلال سوق الانتقالات اللي جاي في يناير. الله، طب ليه يا كابتن شوبير؟ قال لك لا، اصل العقد اللي معاه مع النادي الاهلي عقد معقد جدا. اولا كده من حيث دقائق المشاركه، لاعب حاطط بند عدد مشاركات في العقد بتاعه، لو خلصها هيجدد العقد بتاعه تلقائيا. عدد مباريات لو خلصه هيجدد العقد بتاعه تلقائيا. مش بس كده، ده في تقييم المفروض في اي وقت يتعمل على مسيرته مع النادي الاهلي، وطالما التقييم ده من وجهه نظر اللاعب او هيختلف بقى معاه مع النادي، ده شايف ان التقييم ده سيء، لا ده شايف ان التقييم ده جيد، وقتها اللاعب برضه هيجدد العقد بتاعه. وهنا النادي الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، انه لو حب يفسخ التعاقد بتاع موديست ده بالشكل ده، لو عقده اتجدد تلقائيا مع النادي الاهلي هو مضطر ان هو يدفع له قيمه الراتب بالكامل عن سنتين في حال ان النادي الاهلي قرر يفسخ التعاقد بتاعه. خلي ده خبر، وخد بقى الخبر الثالث كمان يا جماعه اللي قاله كابتن شوبير. قال ان روي فيتوريا غضبان جدا من مصادره هو الشخصيه عن الاشاعه اللي طلعت ان هو بيحاول يتوسط لحل مشكله الزمالك مع نادي سبورتنج لشبونه، وان الراجل نفى الكلام ده، والراجل قال ان الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه. والسؤال هنا لكابتن شوبير، السؤال هنا مش سؤالي، السؤال هنا لسان حال كل الاهلاويه. مالك يا كابتن بتنفي حاجات اعضاء اتحاد كره القدم المصري قالوها؟ ميدو الزملكاوي جدا واللي على العالم ببواطن الامور قالها، مالك ومال جمهور النادي الاهلي؟ الموضوع يا جماعه ببساطه وان عرف السبب بطل العجب. كابتن شوبير مقفول عليه حنفيه الانفرادات من النادي الاهلي بعد ما امير توفيق بقى بره لجنه التعاقدات وما بقاش متداخل في امور كتيره جدا داخل النادي، وابنه عرف ان مصلحته ان هو يركز مع النادي بدل ما يقول الاخبار اللي موجوده في التمارين، والكلام ده مقفول من مصطفى شوبير بقاله فتره طويله جدا. فلما المحبس ده اتقفل واللي بعده اتقفل، كابتن شوبير غضبان جدا يا جماعه وبيضرب على اداره النادي الاهلي ونفخها والمدرب بتاعها عشان يتظبطوا معاه مره ثانيه. يا كابتن شوبير يا ريت تفكر شويه وتعقل الكلام اللي انت بتقوله، لان هرجع افكرك مره ثانيه، لحم كتافك بعد فضل الله انت وابنك من خير النادي الاهلي. ان كانت دي مجموعه اخبار خاصه بكابتن شوبير، حط بقى جنبها يا جماعه الترندات اللي طالعه على النادي الاهلي الفتره دي. ترند يعقوب اللي كلمتك عنه امبارح وقلت لك ليه طالع تحديدا، عشان يزودوا الشقاق ما بين جمهور النادي الاهلي وادارته في موضوع المهاجم ده. خد عندك كمان الترند اللي طلع سافيو يا جماعه، برونو سافيو لاعب النادي الاهلي اللي سابه بقاله شهور، طلع ترند امبارح بعد ما كوره بلس وقناه اون تايم سبورت بتستعرض ارقام برونو سافيو بعد ما ساب النادي الاهلي. اللاعب اللي قالوا في التقرير بتاعته انه مساهم في 39 مباراه يا جماعه تقريبا حوالي ب 32 هدف، وطبعا الارقام دي غير صحيحه تماما. برونو سافيو عامل ارقام كويسه طبعا ما فيش ادنى شك فيها، 39 مباراه مساهم في 23 هدف ودي ارقام محترمه، لكن اللي محدش ذكره في التقارير ان الارقام دي في الدوري البوليفي الاقل جدا من الدوري المصري. الدوري البوليفي يا جماعه اللي انديته اقصى انجاز حققوه صعود بوليفار خلال الشهور اللي فاتت لربع نهائي كوبا ليبرتادوريس في طفره ما حصلتش قبل كده في الدوري البوليفي. وفي نفس الوقت التقارير ما قالتش ان برونو سافيو اتجمد بعد المشكله اللي حصلت والكابتن عادل القيعي اعترف بيها رسميا من شهور وقت ما راحت برونو سافيو انه تدخل واعطى معلومات غلط للاعب جوستافو سوزا عشان ما ينتقلش للنادي الاهلي. والله يعني الراجل كتر خيره. ترندات كلها يا جماعه هدفها بس ان يتم محاربه النادي الاهلي والانقلاب على كولر والاداره، وان النادي الاهلي افشل نادي في الكون بعد ما كان النادي الانجح من كام شهر ومكتسح البطولات، ورساله من جوارديولا ضمنيه لجمهور النادي الاهلي. جوارديولا يا جماعه مع نادي مانشستر سيتي امبارح بيخسر قدام الفيلنز نادي استون فيلا بنتيجه 1-0 عشان يكون في ظرف اخر 4 ماتشات في الدوري الانجليزي متعادل 3 ماتشات وخسران ماتش، يعني عدوا بقى معاه كام، ادي 2 4 6 و3 نقط، خسران 9 نقط في ظرف 4 ماتشات، وتراجع ترتيبه من المركز الاول للمركز الرابع. رغم من كده حد في انجلترا بيتكلم عن اقاله بيب جوارديولا ولانه عايز يروح يحترف في الخليج. كل الكلام في انجلترا عن ان الراجل عايز دعم لصفوفه عشان يجدد الدوافع مره ثانيه بعد ما كل الاخضر واليابس الموسم اللي فات وخد الثلاثيه على راسها دوري ابطال اوروبا. فهل يا ترى الناس تاخد بالها من الترندات اللي شغاله على النادي الاهلي دي؟ يا ترى اداره النادي الاهلي تاخد بالها من الدرس ده وانها لازم تكون داعمه لمارسيل كولر بكل الصفقات اللي عايزها في يناير اللي جاي؟ تعالوا بقى للجزء الاخير الخاص بسوق الانتقالات، وخلي بالك معانا في حلقه بالليل ملف كامل عن المدافعين اللي معروضين على اداره النادي الاهلي، ومين صاحب المركز الاول في اختيارات مارسيل كولر دلوقتي، ومين هو المهاجم الهداف اللي بيلعب في دوريات شمال افريقيا مش ابو بكر تراوري وهداف ناديه في الدوري اللي بيلعب فيه دلوقتي، وهنتكلم عن حقيقه ترشحه للنادي الاهلي. لكن تعالى بقى نروح للخبر الاخير. اعمل لايك، اعمل كومنت، تتفاعل مع الحلقه، كل ما تتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. ويا جماعه فتوح وانقلابه على نادي الزمالك خلى الناس هناك تهيس وتقول حاجات غريبه. تابعت معاك على مدار الايام اللي فاتت ان احمد حسام ميدو ومعاه طارق يحيى بيقترحوا على اداره النادي الاهلي ومعاهم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك كمان قدموا عرض يا جماعه لو عايزين تشتروا فتوح ما عندناش اي مشاكل والعلاقات تسمح دلوقتي. لكن يطلع بقى اقتراح اغرب من الخيال خلال الساعات اللي فاتت. خالد الغندور المذيع السابق على قناه نادي الزمالك وكلنا عارفين حب وانتماء الزمالك
الزملكاويه ليه عامل ازاي، طلع واتكلم وقال هو دلوقتي احمد فتوح لاعب كويس وكل حاجه، لكن اللي هيتنطط على نادي الزمالك الباب يفوت جمل. في نفس الوقت احمد عبد القادر لاعب مهاري وموهوب وتيشيرت نادي الزمالك يضيف بيه. ايه المشكله يا جماعه ان احنا نعمل صفقه تبادليه ما بين الناديين وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده؟ لكن هنا اقدر اقول لك ان التهييس وصل يا جماعه لدرجه ان خالد الغندور بيحلم ان النادي الاهلي يتفاوض بان هو يسيب احمد عبد القادر اللي عقده ممتد لغايه 2025 مع احمد فتوح اللي فاضل له 22 يوم ويقدر يوقع على اي نادي مجانا. بيحلم ان هو يتفاوض ويبدل لاعب حاليا موجود في العقد بتاعه بقيمه 800,000 دولار مع النادي الاهلي كقيمه تسويقيه، وعقده ما انتهاش دلوقتي بلاعب لو جينا حسبنا كده المتبقي له من عقده لن يزيد عن 100 او 200,000 دولار. السؤال هنا بما ان كابتن خالد الغندور بيقترح، حضرتك هتوافق ان انتوا عشان ترجعوا العلاقات ما بين الناديين مره ثانيه تاخدوا احمد عبد القادر وتدفعوا لنا الفرق 600 او 700,000 دولار؟ هي اي مصلحه في الرغيف يا جماعه ولا ايه؟ وهنا هسيب لكم سؤال وجاوبوني عليه في التعليقات، لو فعلا في مبادله مقترحه ما بين اداره النادي الاهلي والزمالك لمبادله احمد فتوح باحمد عبد القادر، توافق على المبادله دي ولا لا؟ وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل موتنا جميعا. معانا في حلقه بالليل تحليل ناري عن مباراه نادي شباب بلوزداد، واشوفكم ان شاء الله على خير. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.